بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وتوم اوف ايرين. يا ترى إيه اللي كتبه صحفي مسلم في مقالة عن التناول المقدس؟ قبل ما أدخل بحضراتكم على موضوع الفيديو رجاء محبة لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. الحقيقي المثل بيقول اللي ما يعرفش يقول عدس، والحقيقة هو ده بالظبط اللي عمله الصحفي والكاتب حسن محمد رمضان، واللي كاتب عن نفسه انه علماني الدين وسياسي وناقد في الفكر الديني. طلع بيعيب على ابونا المتنيح القديس بشوي كامل وبيقول مسكت الله بيدي واكلته. دي جملة كان قالي ابونا القديس بشوي كامل في احد عظاته. هكلمكم اللي قاله في المقالة بتاعته بس باللهجة العامية. اللي خبطوا واللي لبخوا في الكلام كان كتير، اسمعوا بعناية عشان تعرفوا تردوا عليه في التعليقات. قال ان التناول عبارة عن طقس رمزي، يعني مش حقيقي، يعني مش حلول للروح القدس بالفعل ولا تناول بجد. قال ان تناول الخبز والخمر في الكنيسة طقس رمزي ليه دلالة روحية عند المسيحيين لا اكتر ولا اقل من كده. قال إلا إن التأصيل العقائدي للمسيح المبكر والمعاصر بينفدي، وده بمعنى إن الكلام دي اتحشى في مخ المسيحيين من زمان وما هوش حقيقي. وقال إنه المسيحيين بيعتقدوا إنه تجسيد حقيقي، بس طبعا مش من نفسهم ولا ده الدين الحقيقي الأصيل. وقال إن وصلت في عقول المسيحيين فكرة إنه فعلا بياكلوا لحم جسد يسوع المسيح الحقيقي ودمه في فكرة الأضحية البشرية القرابين البشري. وقال إنه في المسيحي الموضوع بيتعدى ده كمان بكتير. وقال إن اللي عمل ده فعلا هو بولس الرسول، هو اللي ألف الحكاية دي كلها بمعنى أصح، وهو اللي قال إنه الخبز والخمر بيتحول لجسد ودم حقيقي. وقال أيضا إن اللي قال للناس إنه لازم يروحوا الكنيسة عشان يتناولوا ده عن طريق الفم هو برضو بولس الرسول. ذكر أيضا الأنبا بشوي المتنيح سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقال إنه بيأكد نفس الكلام اللي قاله بولس الرسول. وقال إنه وصل به الحال الأنبا بشوي إنه قال إن بداخل هذا الكأس هو دم حقيقي للرب يسوع. وأكد الصحفي ده وقال هل معقول حد يقدر بعد الكلام ده كله يطلع يقول إنه التناول ده عبارة عن حاجة رمزية فقط؟ وذكر قديسين كتير برضو تكلموا عن الجسد والدم الحقيقي، وأيضا ذكر كتابات كتيرة بتتكلم عن كده. الحد هنا الموضوع لا يعني، وحقيقة الموضوع ملهوش دخل فيه، ده طقس كنسي مسيحي ما تفهمش انت فيه، لان احنا ما تكلمناش مثلا عن ولادة الرسول اللي بعد وفاة والده ب4 سنين، وبعض الأئمة بيقولوا 6 سنين. ما قلنا شيء ليه اللي حصل ده واللي هو غير معقول وما فيش أي دراسة في العالم ذكرت كده. أيضا ما تكلمناش في حتة إرضاع الكبير، وما قلناش إن الموضوع ده ما يصحش، وإن إزاي التناقض اللي انتوا فيه، ازاي بتقولوا واحدة تقعد وتردع راجل كبير على انه طفل صغير وتنكشف عليه، وفي نفس الوقت بتتكلموا عن الحجاب والخمار والاحتشام وغيره من الشبهات اللي ملهاش اي رد عند حضراتكم. لكن هكمل الكلام اللي هو قاله. اكتر حاجة ركز عليه كان هو كتاب القمص ابونا القديس بشوي كامل حامل الصليب، الكتاب اللي كتبه وتقدم للبابا شنودة الثالث، واللي كانت مكتوبة فيه عبارة مسكت الله بيدي وأكلته. قال إن الجملة دي استخدمها أبونا بشوي كامل عشان يوضح ويعبر عن طقس الإفخارستي. وتجرأ هذا الصحفي وشبه طقس الإفخارستي بعادة كانت في العصر الجاهلي. قال إن في قبيلة اسمها قبيلة بنو حنيفة عملوا لهم إله من التمر، يعني من البلح، فلما جاعوا أكلوا الإله بتاعهم، أكلوه، وشبه ده بالمسيحيين اللي بياكلوا جسد إلههم. وقال إنه كانت عبارة عن نكتة على مر العصور ذكرها الإسلاميون للسخرية من الممارسات الجاهلية. وقال إن الممارسات كانت متأثرة أصلا بالمناخ المسيحي لطقس الإفخارستية، وخصوصا إن المسيحية كانت معروفة
في الجزيرة العربية بدون أدنى شك، وقال إن عقيدة بني حنيفة طقس الإفخارستية المسيحي هو نفسه، وقال بنو حنيفة والمسيحيين اشتركوا في الأصل الوثني واللي راسخ من قديم الزمان في عقول وأذهان وثقافات الناس دي، وقال إنه ممارسات المسيحيين هي الممارسات الوثنية القديمة. وتساءل يا ترى إيه اللي يخلي قبيلة وثنية تصنع إله مقدس من مادة عضوية هتتحلل وتفسد في مدة قصيرة وخصوصا في المناخ الحر، وخلوا تمثال إلههم المقدس يكون عرضة للحشرات والهوام في المحيط المكشوف، وقال إنه ممكن يكون مادة التمر بتحقق هدف في مدة قصيرة جدا بالتأكيد، وقال إنه أكيد ما يستدعيش الانتظار عشان تحصل مجاعي في زمان قادم طويل مجهول، وأكد بثقة الهدف الوثني أكيد هو نفس الهدف المسيحي، واللي ما بين قوسين مقولة أبونا بشوي كامل مسكت الله بيدي وأكلته. الحد هنا بيلف ويدور ويقول ويزيد ويعيد في نفس الكلمات عشان يوصلك إن التناول ده عبارة عن طقس وثني، وقال إنه اللي قاله يسوع المسيح الإنجيلي في إنجيل يوحنا إنه من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لابد إن يكون الهدف العقائدي قد سبق الديانتين في أصول وثنية. وقال إن الإنجيل وضح إنه التناول عبارة عن وسيلة خلاص للي يتناول، ولكن بولس الرسول كان في وقت ما بين 54-57 ميلادي، يعني لازم نقرأ كويس ونركز في التواريخ. عمال بدون فهم يقول الكلام ويرد على نفسه ويقول الكلام ويرد على نفسه. ذكر آيات كثيرة من الإنجيل المقدس بتثبت إن سر الإفخارستية تحول حقيقي للجسد والدم، وبرغم كده معارض وبيقول إن الطقس وثني، زي الآية اللي بيقولها بولس الرسول لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. للناس اللي بتقول فين أصلا قال الرب يسوع إنه هو الرب، وإنهم عايزين آيات صريحة خدوا أدي آية من عندنا. طب يا ترى إيه قصدك لما أنت تجيب آيات كتيرة جاوب الشكل دي؟ لأنه ما جابش آية واحدة، جاب آيات بالهبل. يا ترى إيه قصدك وإصرارك على إنه الإفخارستية بالرغم من إنه الإنجيل بيقول إن الجسد والدم حقيقي، إنك تبقى مصر إصرار تام إنه مش حقيقي؟ قال من كل اللي سبق ليه إصرار يسوع على أكل لحمه وشرب دمه؟ هل يستدعي بالضرورة النظر في السؤال لماذا يشترط أن نأكل لحما بشريا ونشرب دما بشريا بالذات في سبيل خلاص عقائدي من نوع ما؟ قال وإيه هي المفاهيم الاجتماعية والثقافية أو ربما الدينية اللي استدعت من يسوع الإنجيلي إنه يقول كده؟ وخمن إن يكون حد ألف الموضوع وقاله على لسانه هقول له إحنا مش زي الأحاديث الضعيفة اللي عندكم والأحاديث اللي أكلتها المعزة، إحنا كل الكلام الموجود في الإنجيل واثقين إنه 100% صحيح. لو مش مصدق اسأل سيادة المستشار أحمد عبد ماهر وهو يقول لك مين اللي تاريخه الديني مضروب ومين اللي تاريخه الديني صحيح. وميل كمان واسأل الأستاذ إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وغيرهم وهم يفهموك كويس قوي انت بتتكلم عن مين ومع مين. روح دور ايه اللي عندك بعد كده، احكي على طقس خاص جدا جدا وهو سر الإفخارستية في المسيحي. خلاصة اللي قالوا لانه عك كتير وحكى كتير جو الكلام كله دش ملهوش اي ستين لازمة وكله بيرد عليها، لكن هو القلب مكفول والدماغ مكفولة. ختم بإيه عشان تفهموا خلاصة الموضوع؟ قال ان طقس الإفخارستية في المسيحي وثني
من دون أدنى شك. قال وفضل نبص ونشوف ونتأكد ازاي الطقس الوثني دخل للمسيحية ضمن عقائدها الوثيقة، ونصح انه لازم المسيحيين يعيدوا النظر ويدوروا في الزمن المحيط لنشوء المسيحية عشان يعرفوا اصل المسيحية ايه، وان الاصل بتاعي هو اصل وثني وطقوس وثني. وقال انه في الزمن دي اللي تحولوا للمسيحية كان معظمهم اغلبهم وثنيين، وعشان كده نقلوا العادة دي للمسيحي، ولكن القليل منهم خالص هو اليهوديين، يعني اليهود قليل منهم خالص اللي تحول للمسيحية، فعشان كده اصل المسيحي هو الوثني. وقال انه متأكد وواثق ان اصل الطقس الكنسي اللي هو طقس الإفخارستي هو اصله على الارجح بولس الرسول. طبعا انا اللي قال الرسول، لكن هو في المقالة بتاعته قايل بولس وقايل الاسماء بدون القاب. وقال انه في ده كان بيغازل الوثنيين، لان قال انه معاملتهم كانت كويسة قوي، وانه اليهود حاول يموتوه اكتر من مرة، فحاول يستميل ناحيته الوثنيين ويغازلهم بانه يتبنى طقوسهم. وقال ان موضوع بولس عايز بحث طويل جدا 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 عشان لازم يتم انكار الاصل الوثني للممارسات المسيحية. السؤال اللي يطرح نفسه ايه يواجع هذا الصحفي، ايه يواجع الاستاذ حسن محسن رمضان، ايه مضايقك في الموضوع دي؟ انت مالك؟ الطقس طقس كنسي مسيحي والمسيحيين بس المنوطين بيه. انصحك نصيحة لوجه الله تعالى، روح دور على الشبهات اللي في دينك واحكي فيها تفصيلا، لكن ملكش دعوة بالمسيحيين ولا بطقوسهم، لان دي حاجة خاصة قوي لا هي ضراك ولا نفعك، لا لك فيها من بعيد ولا من قريب. الحقيقي يا داخل فيما لا يعنيك يا سامع ما لا يرضيك. كان لازم ارد على استاذ حسن محسن رمضان واقول له ما تتدخلش في الملكش فيه، وده لانه سر الافخارستية خاص بنا احنا كمسيحيين، ما بنشاركوش مع حد، الا انه المتطفلين من المسلمين ساعات كده بتهفهم دماغهم بيروحوا يجربوا ويشوفوا التناول وبيحصل لهم تأديب من قبل الله. التناول طقس مقدس جدا جدا، وعايز اقول لك اقدس طقس في الطقوس المسيحية وفي الاسرار المسيحية، وحاجة خاصة بيني ما بنشاركهاش مع حد. حبيت ارد برد بسيط لان الموضوع مش هين ومش سهل عشان واحد يطلع يتكلم عن سر الافخارستية وهو ملهوش فيه. حضراتكم برضو تردوا عليه في التعليقات، وما تنسوش تكتبوا طلبات الصلاة على التعليقات على المنتدى وتحت الفيديو يستجيب لكل طلباتكم امين. خدوا بركة كل الناس اللي هتسمع الفيديو بسببكم، لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. من جوا 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 قلبي، من جوا جوا أعمق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه وما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين فرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وأرزاقكم أمين يا رب.